الغيرة مش ضعف، الغيرة حب وأمان، والنخوة مش لحظة وبتروح لحالها، النخوة حياة، النخوة شخص أنا عايشة معاه. غيرتك لما ماتت معاها كل معاني الحياة، وانت ما بقتش غير مجرد خيال. في كل بيت ممكن نلاقي الزوج أو الراجل اللي شايف نفسه هو محور الحياة وبس، وللأسف مش شايف حد غيره. حتى الوجع اللي بيسببه للناس اللي حواليه هو مش حاسس بيه، هو شايف إن أنا ما بعملش أي حاجة غلط، انتوا اللي عندكم المشكلة. مشكلتنا النهاردة مع الزوج النرجسي. وقبل ما نبدأ حكايتنا الجديدة النهاردة، ومعانا النهاردة دكتور أمير يوحنا، دكتور استشاري العلاقات الزوجية. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. نورتنا النهاردة ميرسي بنا. جدا، ربنا يخليكي. النهاردة عايزين نتكلم على موضوع مهم جدا، للأسف بقى محور يكون في الفترة اللي احنا عايشين فيها دي بالذات، وكان يعني مش واضح بالنسبة لناس كتير. في ناس كتير مش عارفة عنه أو ما تسمعش عنه، وهو الشخصية النرجسية، وبالذات الزوج النرجسي. عايزين نعرف يعني ايه شخص نرجسي؟ مين قال الناس ما تعرفش عنه؟ ده دلوقتي كل الناس كل واحدة قاعدة نايمة بتشخص جوزها ان هو نرجسي، كل واحدة قاعدة على الفيسبوك على السوشيال ميديا بتشخص جوزها ان هو نرجسي. فلا، ده كل الناس دلوقتي بقت مهتمة ان هي تشخص. هو صح، حضرتك كلامك صح، بس في ناس للأسف بتعمل التشخيص ده بصورة خاطئة. يعني أي مشكلة تقابلنا خلاص هو ده الشخص ده نرجسي. برافو عليكي، دي نقطة. النقطة التانية انه اي راجل زعق له زعقتين وقال لها انا كلمتي لازم تمشي وما تنزلش الارض بقى نرجسي. او الاصعب ان ممكن زوجة تسقط نرجسيتها على جوزها، تكون هي النرجسية، فتقعد تسقط المواصفات فتشوفها فيه فتشخصه، لكن هي اللي من جواها مش سوية. عشان كده دايما قبل ما اقولك يعني ايه نرجسي، انا ما بجيش احترم حد خالص سواء راجل او ست. جينا واحد يقول لي انا متجوزة واحد نرجسي، انا متأكدة من فين؟ لا، ما سمعت فيديوهات، سمعت قريت بوست وسمعت حوارات وهكذا زوج. لا احترمه مطلقا. ليه؟ لان ممكن يكون هو المشوه فبيعمل كده. عشان اقول الشخص ده نرجسي، احنا عندنا اختبار بيبقى personality disorder، اختبار اضطرابات شخصية من 8. لازم يجيب مثلا 4-5 وحدات من 8. تمام. ولو كل ما يزيد كل ما يكون ايه؟ شخص نرجسي أكتر. نرجسي اكتر، يعني نرجسي بصحته يعني. كم حاجة. اول شيء، الشخص النرجسي هو بيفتكر نفسه، ده تعريفه يعني لطيف بس ابتدي بيه، انه اخر حبة كريز في الايه دي في التورته، ايوه لكن هو طبق لوبيا. حلو التمثيل ده. فبالنسبه لطبق اللوبيا ده انا هكلمك عنه شويه. تمام. هو شخص فارغ من الداخل تماما، يشعر ان القوانين لا تطبق عليه. تمام. يقول لك القوانين دي تمشي على كل الناس الا انا. انت ما تعرفش تكلم مين، انت ما تعرفش هو ولا حاجه. يعني الأنا عنده عالية. يس. 2، فاكره في حلقه فاتت قلت لك انه اللي بيغرقك بالحب والهدايا والدلع وكذا وكذا أيوة. وكذا، هو مش بيعمل ده عشانك، عشان يثبت لنرجسيته ان انا بوم. أنا أحسن حد، أنا بدي كل حاجة. لكن هو بيدي عشان يغذي نرجسيته. تمام. 3، يقلل من افكارك. افكارك كلها تافهه زيك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه ده؟ بتاكلي فول بتاكلي فول باكل فول عادي، البني ادم الفول اللي كلنا اتربينا عليه. يقلل من الناس اللي حواليها، يقلل من نجاحها، واول ما يشوفها ناجحه يقول لها عادي ولا يفرق لي، ما عملتيش حاجه. فيبدا ان انا بشوف شخص بينتقص مني تماما ومن حولي، ويشوف ان القوانين بتطبق على كل الناس الا هو. تيجي تقولي له ما تيجي تقعد مع دكتور نفسي، ما تيجي تقعد مع مولانا، ما تيجي تقعد مع ابونا، يقول لك مولانا مين وابونا مين؟ دول بياعين كلام. دكتور ده دكتور على نفسه، دول مجانين، ده يروح يحكم في بيته. فيبص تلاقيه ان هو يرفض العلم والمشوره والنصيحه. يعني بمعنى صح انا كبير نفسي. برافو عليك. بس اسال سؤال هنا بقى، طب بقيت واحده هنا ده معناها نرجسي؟ 2 معناها نرجسي؟ لا خالص. يعني ايه اقل عدد يجي لغايه كده؟ احنا حلو قوي. طبعا انا مش بقول ده عشان حد يسمعني يشخص. اوكي،
الاختبار بيبقى نقول 5 من 80. تمام. لكن طبعا ده مش من حق اي حد بيسمعنا ان هو يقول ان الدكتور قال كذا 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 خالص، لان حتى الرؤيه بتاعتك والرؤيه بتاعتك خاطئه، لانك انت شايفها من زاويه واحده، لكن زاويه البالانس لا بتختلف تماما. اوكي، فساعتها هقدر اقول. لكن لو جه واحد قال لك ايه انا ما طبقش على القوانين، خلاص نرجسي طبعا، عبيط مثلا. عادي مش شرط يكون نرجسي. خلاص انا دخلت في يعني ايه قانون ما يتطبقش عليك مثلا. مثلا واحد يقول لك انا كلمتي لا يمكن تنزل ارض ابدا، هو راجل ما عندوش ثقه وتقدير في ذاته. بس كلمتي لا يمكن تنزل الارض ابدا دي هو فعلا هيطبقها ولا مجرد كلمه في الهوا؟ سواء كده ولا كده، انا بتكلم عن الاكسبريشن نفسه. يعني هو ممكن يكون كده، ممكن ما ينزلش طبعًا كلمته فعلا طبعًا. وممكن تبقى مجرد كلمه وخلاص لمجرد اثبات الذات. بالظبط، فده لا يستدعي ان انا اشخصه نرجسي. وطبعا في نرجسي راجل وفي نرجسيه ست اكيد، والنرجسيه الست اصعب بكتير من الراجل، رغم ان عدد النرجسيه في الرجاله اكتر بكتير وفي الست اقل. بس الست لما تكون نرجسيه بتوجب، يعني بتبقى بتعمل الصح. بتعمل الصح. تمام. طيب احنا معانا مشكله حابين ان احنا نستعرضها مع بعض وبعد كده نكمل حوارنا. ماشي، اديني بقى. جات لنا مشكله على مشكله كبيره جدا. داخلين في الموضوع مهم. كانت في البدايه علاقه شكلها حلو، كلها حب واهتمام ووعود بالراحه والامان، لكن مع الوقت بدات اشوف وش جديد والقناع بدا يقع. بدات الحقيقه تطلع حته حته. هو مش بس بيحب يسيطر، ده عايز يمتلكني وكأني حاجة بتاعته هو وبس. أنا مش إنسانة ولا ليا كيان ولا ليا حياة. كل تفصيلة في يومي لازم تمر من تحت عينه، لبسي، كلامي، خروجي، ضحكي، حتى صمتي. كان بيغلف سيطرته تحت مسمى الحب، لكن الحقيقة إن حبه ده كان أكبر سجن أنا عشت فيه. جدرانه كلها الخوف والذنب والتشكيك. أنا حاولت أراضيه وحاولت أفهمه إن إحنا عايشين مع بعض حياة حلوة، مش مين فينا هيعلي على مين، بس سيبني أتنفس وسيبني أعيش. لكن النرجسي للأسف عمره ما بيشوف غير نفسه وبس، وكل محاولاتي معاه باءت بالفشل، وكمان كانت بتتحول ضدي وكأني أنا بس المذنبة، لمجرد إني فقدت إحساسي بالحياة وبقيت شبه إنسانة. خلاص ما بقيتش عارفة أتكلم، حتى المراية اللي بقف قدامها بقت تخوفني، لأنها بتوريني بنت ضعيفة معرفش مين اللي واقفة قدامي دي. وفي كل لحظة وعي عدت عليا قررت إن أتطلق، وأطلق نفسي من العبودية اللي عشت فيها واللي كنت مسمياها شبه حب. طبعا احنا هنا المشكلة اللي جات لنا هي للأسف حالة طلاق. هي اتطلقت، هي شافت ان خلاص كفاية كده، انا مش عارفة اكمل. واضح من كلامها ان هي اتوجعت قوي وان هي اتداس عليها كتير. فحابين نشوف مع بعض كده، هل الطلاق احيانا بيبقى حل لشخص النرجسي اللي انا عايشة معاه، ولا كان ممكن ان انا احاول اكتر وانا اللي ما عملتش مجهود زيادة؟ انا هتكلم في حالتين. هنا طبعا هي بتتكلم من ناحية واحدة بس. قد يكون الطرف الثاني يقلب الموازين في الرأي، لكن انا هفترض ان كل الكلام اللي اتقال ده هو كلام حقيقي 100%. تمام. انا كدكتور نفسي عشان اقول كلمة لازم تبقى مهنية ومحسوبة صح. فانا هفترض ان الكلام ده تمام كله مظبوط، لكن انا هقف عند حتة مهمة جدا جدا وهقول لك ساعتها حقك ان انت تعملي موف اون. فكرة ان دايما بيشككني في نفسي، فاحيانا الانسان بيصدق الكلام اللي بيتقال عليه، وده من ضمن التأثيرات النرجسية الخطيرة. الشخص النرجسي يكلمك بمنتهى الهدوء والثقة لأنه شخص ذكي جدا، وبعدين يوصلك ان انت للغلط ويقلب دايما الطاولة، فتلاقي هو أساس المشكلة بس يقلب عليك انت الطاولة المشكلة. تمام؟ يعني هو عنده المشكلة وأنا بواجهه يقلبها بيها، فهو يضطر ان هو يقلبها عليا، وكمان يخليني أصدق ان أنا فعلا صاحبة المشكلة. ليه؟ لأنه هو بيتلون ومخادع. فالتلون والخداع ده انه ياخد اكتر من شكل، فتلاقيه يكلمك بمنتهى الهدوء ما ينفعلش، بس يستنى ان انت تنفعلي عشان ياخدها عليك فيوقعك في الغلط. 2، انا بشوف واحده كتيره تكون جميله حلوه تقول لك انا مش شايفه نفسي حلوه، من كتر ما هو قال لها واتقال لها ان هي وحشه
وان انت شايفه نفسك على ايه، مم. واللي ايه اللي عاملاه في شكلك ده. مم. بدات تصدق، فهنا الشخصيه بتاعتها انعدمت. مم. وده نوع من السيطره، بس سيطره خبيثه. بسيطر عليك ان للأسف. افقدك ثقتك في نفسك مم. عشان ترجعي ليا. وهنا ساعتها اقدر اقولك انت حره، مم. انت تقدري تتحرري من العلاقه دي ان كان المسمى. هنا ما بقولش طلاق ولا تطلقي، مم. بس خلاص انت ما دام حسيتي ان العلاقه دي فيها تقليل من كرامتي ومن قيمتي كانسانه، انا معيش في عبوديه. طب ازاي بقى الزوجة تعرف تعيش مع الشخصية النرجسية؟ حتى احنا دلوقتي مش هنتكلم عن الانفصال، هي فعلا العلاقة قائمة، تتعامل معاه ازاي وهو شخص عمال طول الوقت يشكك فيها ويقلل منها ويدوس عليها بمعنى اصح؟ بص ساعتها انت صعب انك تغيري، عشان بس نكون واقعيين. مم. لان اصلا النرجسي ما بيشوفش المشكله عنده، شوف المشكله عندك. مم. 2 نرجسي مش هيروح معاك الدكتور يتعالج، لان هو شايف الدكتور ده ولا حاجه بالنسبه له. اه. اذا ساعتها التعافي النفسي ان انا اختار نفسي، مم. ان انا ما اربطش حياتي بيه، ان انا ابدا ان انا احب نفسي واقدر نفسي واعرف ان قيمتي مش بكلامه. مم. فالاويرنس او الوعي اللي بيظهر عندي، الحب لنفسي وتقدير الذاتي واختيار ان انا اكون ليا شخصيه وكاريزما، هو البناء النفسي ليا. ساعتها انا وانا بني نفسي نفسيا مم. هسال نفسي سؤال: هل انا ستيل بتاثر بكلامه وبيوقعني مم. ولا لا؟ لو انا حسيت ان هو مجرد زوج، في واحده تقول لك خلاص انا بيتي واولادي مضطره اكمل زي ما انت قلتي، صح. فساعتها شوفي نفسك، مم. هل انت بعد ما وصلت لمرحله من السواء النفسي وعرفت ان الشخص ده بالنسبه لك مؤذي وكلامه مش حقيقي، واخترت الجانب التاني المضيء في حياتك، سواء شغلك، سواء علاقتك باهلك، سواء اولادك مم. اللي انت عايشه عشانهم، فركزي على الجانب ده تمام. وهو ما تتاثرش بيه. لو عرفتي توصلي للموضوع ده، لو انت عايزه تكملي كملي. يعني انا يبقى بمعنى صح عندي ثقة في نفسي وان انا ما اتاثرش بالكلام اللي هو بيقوله لي. بس اذا عرفت تبنيها، لان هو ممكن يلغي الشخصيه تماما فما تعرفش تسترجع نفسيتك. طبعا اكيد ده هيختلف باختلاف الشخصيات، في واحده للاسف بتنهار وبتنعدم خلاص وشخصيتها بتروح تماما، وفي واحده بتقدر تستعيد نفسها وتقف من اول وجديد. فطبعا ده هيرجع لشخصيه الزوجه او شخصيه الست اللي معاه. هو النرجسي اقوى، شخصيه النرجسي اقوى ان كان هو مين. مم. يا بس فكره كله بيتاثر، بس هنا قوه الشخصيه تبين مدى التاثير. هل هي انهارت تماما، ولا ثقتها في نفسها اتهزت، ولا بقت مشوهه نفسيا، ولا بقت مش عارفه تعيش مبسوطه؟ لكن هو تاثير. ليه؟ دايما اضطرابات الشخصيه اقوى. حتى مثلا الشخص اللي عنده طاقه سلبيه، لما انت تيجي تراهني على واحد عنده طاقه سلبيه عشان انت تعالجيه وتشوفيه خليه يشوف الحياه حلوه، هو بيعديكي من غير ما تحسي. ولو ما حسيتيش النهارده بعد فتره بيسحبك. هكذا النرجسي بيسحبك في فخاخه، فما تقدريش للاسف. هو للاسف حضرتك يعني وضحت لنا نقطه مهمه جدا، ان معنى كده ان الشخص النرجسي ملوش علاج. ان كيس ان هو ما طلبش العلاج، ملوش علاج. يعني طول ما هو مستمر بهذا الوضع، لان اضطراب زي ما احنا بنقول على المدمن. المدمن ده بيتعاشى داي باي داي، يوم بيوم. هو تعافى بس لسه مدمن زي ما هو، حتى لو ما واخدش الادوات بتاعه الادمان، لكن هو ستيل مدمن. طب وهو لو راح للدكتور نفسي او دكتور استشارات علاقات زوجيه، هنا هل في امل؟ او دكتور نفسي هو الاصح طبعا. طيب خلينا نقول ان هو اتجاهه انه يبقى مع دكتور نفسي، هل فعلا هيبقى ليه علاج ولا هيبقى مجرد تخفيف اعراض؟ لا، يبقى ليه علاج. هيبقى ليه علاج طبعا. بس طبعا لازم هو من جواه يبقى عايز يتعالج. مش لازم هو جواه يبقى عايز يتعالج، يروح هو بس. ده لو راح، ده هو يروح. ليه؟ هقول لو لك خد ليه. الخطوه وراح. اولا في العلاج النفسي هو نمط بيغير نمط التفكير ونظرتك لنفسك. فحتى انت لو رحتي وانت مش مقتنعه، العلاج النفسي هيخلي، لان انت ممكن تكوني دينايل، عندك انكار للموضوع. زي مثلا احيانا المدمن اللي هو واخدينه اهله باي فورس بالشحن بيروح يتعافى، والمدمن راح بمزاجه وداخل بمزاجه ما بيتعافاش للاسف احيانا. فهو لو راح وواجه نفسه وبدا يفهم بيستجيب. ليه بقى؟ اوقات كتير حد يقول لك انا جاي بس مش مقتنع، جاي يعالج ابنه، جاي يعالج مراته، جاي يعالج نفسه، بس مع الجلسات بيقتنع. طب هل في انواع للنرجسيه ولا كلها نوع واحد؟ هكلمك عن نوعين. في نوع النرجسي الظاهر والنرجسي الخفي. النرجسي الظاهر اللي هو انا وما بعد الطوفان والانانيه والصفات اللي قلناها. النرجسي المخفي اللي هو بيغرقك حب واهتمام وهدايا وكلام حلو وكذا وكذا وكذا، ويقول لك انا في اخر الصف. وانا هنا قلت لك ان العلاقه المتزنه متبادله. ففكره ان شخص يديكي
ويديكي كلام ويديكي وعود ويديكي تفاصيل كتير، ويبقى هو مش عايز منك حاجه فانت تفرحي، لا ما خافي. مم. دي من نوع من انواع النرجسيه المخفيه. تمام. تمام. وممكن يكون مش نرجسي، يعني مش كل واحد بيدي بدون مقابل يبقى نرجسي، بس أكيد. انا اقصد حته ده جزء من الاجزاء الموجوده في شخصيته. بالظبط. بس الفكره طب ما في واحد تاني مثلا بيدي ومش نرجسي، برضه ده غلط، العلاقه مش هتستمر. اه لان لازم العطاء العلاقه بلا يبقى فيها مقابل. توازن. مم. انا عندي كوبايتين بفضي في دي شويه، لو التانيه ما نزلتش هتفضى دي، فهتلاقي واحد توقف عن العطاء. احنا كده دخلنا في العطاء بلا مقابل طبعا. واكيد مهما انا كان عندي قابليه ان انا هدي هاجي عليا في وقت وستوب مش هقدر. هيحصل جفاف مشاعر. اكيد. كل ما هو متبادل يدوم. تمام، حلو جدا. طيب في حته مهمه عايزين نعرفها، هل التربيه ليها جزء كبير او عامل كبير او ملهاش اصلا علاقه بالشخصيه النرجسيه؟ ده انا هقول لك كيف تصنع طفلا نرجسيا. يعني معنى كده ان هي طبعاً. الاساس الام. الام مش الاب. بصي، الاب ليه تاثير في مم. الاسره مم. بس ثانوي، تمام. يعني على مراحل كده ونبقى نشرحها مره تانية. الام لها تاثير مميت في حياه الاولاد مم. والبنات. مم. ليه بقى؟ لان الجهاز العصبي بتاع الطفل الولد والبنت مرتبط بامه مش بباباه. تمام. عشان كده ممكن تلاقي الاب مدمن والعيال طالعين زي الفل، صح مم. ولا لا؟ اكيد صح. تلاقي الاب توفى والاولاد والعيال مستمرين. مستمرين. صح. اذا وبيبقى- هنا وهنا الام اللي بتهرب من هذا الدور، يقول لك فين دور الاب؟ مم. هي ام غير مؤهله للتربيه. اه. زي الراجل اللي بيهرب من المسؤوليه مم. بالظبط. مم. تمام. كيف نصنع طفلا نرجسيا؟ طفل نرجسي. عايز تصنع طفل نرجسي، اقول لك الخلطه في البيت. اه احنا عايزين سر الخلطه. حسسيه دايما ان في حته ناقصه. مم. الواد جاب مثلا 95%، لا انت تقدر تجيب 98%. اه ليه ما جبتش ال 100%؟ ليه ما جبتش ال 100%؟ حسسيه معقوله دايما دي تخلق طبعاً. شخص نرجسي؟ نرجسي او مش شخص ان انا عايزه اخليه يبقى مستواه افضل لا لا، ده ويتحمس اكتر. دي هدم للشخصيه. مم. هدم للشخصيه. حتى لو ما صنعوش نرجسي، يصنعوا شخصيه مدققه مع نفسها، عنده تأنيب ضمير، عنده احساس بالذنب، عنده شخصيه منهزمه. للاسف. 2، انت اشطر كتكوت، انت اعظم كتكوت في الكوكب. لا، مم. الافوره في التشجيع، تحس ان ان هي فاهمه بقى تربيه فتهريه تشجيع. مم. يا جماعه التشجيع ببالانس. مم. هقول له حبيبي انا فخوره بيك لان انت جبت 90%، فخوره بيك انك جبت 85%، فخوره مبسوطه منك عشان انت رتبت البيت بشكل كويس. اه اذا انا بشجع على حاجه معينه. يعني انا بشجعه مش بنفخه بمعنى بنفخه. اصح. تمام. اذا ان انا دايما بحسسه دايما انه منعدم ثقته بنفسه. مم. في حاجه ناقصه، انت مش كافي، فيشعر الولد انه مش كافي. اه طب انا ابقى كافي ازاي مم. في نظركم؟ هبدا ادعي حاجات مش موجوده فيه. هيدعي حاجات مش موجوده فيه. اه مثلا افتكر زمان كان حد زميلي وفاحنا في ابتدائي، فقعد يقول لي ان هو بابا ازاي حد مسؤول وكيل وزاره وي ومش عارف ايه ومش عارف ايه. فهو حاسس بالرفض. مم. طبعا كان كل الكلام ده مش موجود، يعني كان يعني بيخترع. بيتوهم حاجات مش موجودة. بيتوهم، بيقول كده عشان يغطي على النقص بتاعه. بيبني لنفسه شخصية مش شخصية. موجودة لمجرد ان هو يعوض النقص. فطبعا لما انا كبرت يعني فهمت، فعرفت ان دي ديفنس ميكانيزم او حل دفاع عن النقص وعدم القبول الاسري والاجتماعي. فانا علشان ابقى مقبول من اسرتي لازم ادفع مقابل ان انا اتقبل، ادفع مقابل ان ابقى شاطر، ادفع مقابل ان اسمع الكلام، ادفع المقابل ان انا اقول حاضر وبس، ادفع المقابل ان انا اكون تحت سلطتهم. فهنا السلطه الابويه تصنع يا اما طفل نرجسي يا اما شخصيه مهزوزه وثقه في النفس، ودول الاهل اللي بيضيعوا الاولاد. طيب حلو قوي. في برضو حاجة مهمة جدا، هل الشخصية النرجسية دي بتأثر على أولادها والتربية؟ طبعا. اولا لما يكون الزوج نرجسي هو بيتحكم في اولاده تماما. الام النرجسيه بتتحكم في اولادها، عايزه تحركهم زي قطع الشطرنج، عايزه تلغي شخصيتهم وعايزه تسيطر على كل حاجه لا شعوريا. فبتلغي شخصيه الولاد، فما بيعرفوش يطلعوا من تحت قبضتهم الا بالدم، يعني بالروح، بالعافيه بيطلعوا الروح. فطبعا بيكون تربيه متحكمه مسيطره بطريقه مش طبيعيه. طيب الشخصية النرجسية في البيت احنا كده تمام، عرفنا عنها حاجات كتير. طيب الشخصية النرجسية دي لما تخرج للمجتمع بره، زمايله في الشغل، مكان عمله، هل بتضغى عليه برضه وبيتعامل بيها، ولا دي بيخليها للزوجة بس في البيت؟ ناجحين جدا
محبوبين جدا، اذكياء جدا، واو، مم. الناس تشوفهم واو، ويعمل الزوج ايه ده، مين اللي بتشتكي منه ده، كوتي 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 كوتي. مش الكلام ده خالص. رشدي أباظة رايح، رشدي أباظة جاي. خالص مفيش الكلام ده خالص. حلو قوي. طيب ازاي الزوجة لو قررت وخدت قرار الانفصال تتعافى من الشخص النرجسي اللي كانت عايشة معاه، وبالذات لو عاشت معاه سنين طويلة؟ طبعا سنين طويلة دي هدم فيها حاجات كتير قوي. تخرج ازاي للحياة تاني؟ تتعافى ازاي من علاقة مرضية زي كده؟ الصح اول خطوه اعملها اروح بقى هنا لدكتور نفسي يعيد بناء نفسيتي من اول وجديد. مم. دي الصح. هنقول ايه تعملي؟ ارجعي لنفسك. ارجعي لنفسك ازاي؟ اثبتي ذاتك، انجحي، كوني الحاجات اللي كان نفسك تعمليها واتحرمت منها. مم. انزلي شغل، اثبتي نفسك، واثبتي لنفسك مش ليه، مم. لانك لو اثبتت ليه مش هتنجحي. تمام. بس اثبتي لنفسك انك شخصيه ناجحه، وانك شخصيه مستقله، وانك شخصيه تعرفي تدي لنفسك. ادي لنفسك حب، ادي لنفسك اهتمام، مم. اعملي نيو لوك في شكلك، اعملي حاجات كتير. اقنعي نفسك ان انت اتحررتي، انك اتولدتي من اول وجديد. عرفتي تعملي كده اوكي، ما عرفتيش تعملي كده طبعا الافضل في كل الحالات ان انا اروح لدكتور نفسي. تمام، حلو جدا. طبعا اتجاهنا للدكاترة النفسيين دلوقتي ما بقاش زي زمان. لا خالص، الناس زمان دلوقتي كان واعية. معتقد خاطئ جدا، ودكتور نفسي ده بياخدوه في سكة تانية خالص. لكن دلوقتي الصح ان احنا نتجه للطريق الصحيح، وبالذات لو عايزين نتعافى في اقصر وقت، بحيث ان احنا نرجع نقف على رجلينا تاني. مفيش انسان على الارض بيسمعني مش محتاج يروح لدكتور نفسي، م. ايا كان نجاحه، ايا كان درجه سواء النفسي. دي رقم 1. رقم 2، كلنا بشكل او باخر 100% عندنا اضطرابات نفسيه بلا استثناء. م. فاكر احمد زكي في الفيلم زمان قال لك لا استثني احد؟ بالظبط كده. فاحنا لا نستثني احد. بس أنا- طبعا باختلاف النسب طبعا، واختلافات والشكل المشاكل. وحاجات كده. اكيد. انا وحضرتك واي حد بيسمعني، اتس اوكي. وان كان مستوى العلمي والديني كلنا قابلين لهذا الشيء. تمام. امتى اقول ان الشخص ده غير سوي نفسيا واخاف؟ لما يرفض الفكره دي. لا انا مش محتاج، انا زي الفل، لا بعد الشر ان انا اجي عندكم. ده بقى وراه سايكوباتي، وراه نرجسي. ان احنا اللي بيجي دايما الضحايا بتوع دول مش دول. هو ده مش بيجيلك، بس أيوة. بيجيلك ضحاياه. صح. لما نصبر على الشخص اللي هو بتربى في تربيه غير سويه، بنصدر للمجتمع نرجسيين وسايكوباتيين، وطفل يقتل وحد يقتل. ليه يا جماعه؟ لان ده التربيه. صح. لما الولد او الطفل يتشرب السموم في البيت والمشاكل الاسريه، انت مستنيه يطلع ايه؟ صح، عند حضرتك حق. طبعا الموضوع ليه فروع كتير قوي، وانا شخصيا متشوقه جدا للحديث وللحديث بقيه ان شاء الله. اكيد حضرتك تطلع معانا في حلقات كتير. اكيد طبعا. نشكر حضرتك جدا دكتور امير يوحنا، دكتور العلاقات النفسيه والزوجيه والاسريه. ونتمنى ان احنا نشوف حضرتك تاني معانا ان شاء الله. ميرسي جدا. ميرسي حضرتك. في حياتنا هنقابل اشخاص نرجسيين كتير جدا، للاسف بيسيبوا فينا ندوب مؤلمه، بس الحقيقه الجميله إننا قادرين نتعافى وقادرين نستعيد نفسنا اللي تاهت وسط الكلام المسموم. مع كل تجربة صعبة ممكن تكون دي باب لوعي جديد، وكل وجع بيكشف لنا قيمة جوانا، هي قيمة نفسنا اللي تستحق الحب والاحترام والتقدير. المهم خليكي فاكرة دايما إنك مش أقل من أي حد، وإن الشفاء بيبدأ من عند كلمة كفاية كده، وتبدأي تحبي نفسك من جديد. وفي نهاية الرحلة النور دايما بيكسب حتى بعد طول الليل. وخليكي دايما قدها وقولي move on. سلام.